ايوه السلام عليكم. عليكم. اتفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك اخ رامي؟ الحمد لله. انا بدي اشارك. شنو موضوع الحلقه؟ سنية ام شيعية؟ شيعيه. شيعية. هل لو انت عندك سؤال تفضلي. نعم. عندك انت سؤال ولا اسال انا ولا؟ لا، هو شنو موضوع الحلقه؟ كنا بنتكلم هل الامام علي لماذا لم يستخدم الولاية التكوينية والمعجزات التي عنده التي تزعمون بها في نعم. في استرداد الخلافة او في الحصول على الخلافة بكل سهولة؟ نعم. يعني فضل علي بالاسلام نقرا انت مثلا علي من قتل عمر بن ود ما كانت معجزه؟ لا ما كانت معجزة. المعجزة ديت هي التي تحدث للأنبياء فقط، والكرامة هي اللي بتحدث للأولياء. فإن كان علي قتل رضي الله عن سيدي ومولاي علي عمرو بن ود، فإحنا هنقول غلام الأخدود دوت الصغير هذا قتل دبة كبيرة عظمى بحصى صغيرة، يبقى كده غلام الأخدود أفضل من الإمام علي. هو الموضوع ليس بقتال، لأن لو قلنا الموضوع قتال طيب ما أنت الإمام جعفر الصادق لم يقتل ولا شخص، يبقى الإمام علي جعفر الصادق كده جبان. أنا بسألك الإمام علي كان عنده معجزات وقاسم الجنة والنار وصاحب الولاية التكوينية عندكم، ليش لم يستخدم كل هذا في أخذ الخلافة من أبي بكر وعمر؟ كلامك هذا تعمم على كل الشيعة انهم يقولون الامام علي عنده معجزات على سلام الله عليه. احنا الشيعة مو مثل ما انت تقول. الامام علي عنده معجزات؟ من اله الامام علي؟ عندنا الامام علي معصوم وليس اله. دليلك ان الامام علي معصوم؟ نعم. ما هو دليلك ان الامام علي معصوم؟ نعم الإمام علي معصوم، وهو ولينا الإمام علي، ونصب الرسول ببيعتهم. بص يا أستاذة، وأنتم تنكرون هذا وما عندكم دليل ومن كتبكم. نعم. خليكي معايا بس. اول حاجه خلينا نمشي واحده واحده انا وانت الاول. الامام علي معصوم؟ نعم. ما فيش دليل على ان الامام علي معصوم. هل الامام علي رضي الله عنه خرج وقال انا امام معصوم؟ عليه السلام. ممكن تقولي لي حديث، اذكري لي حديث من اقوال الامام علي، اتفضل. حديث من قول الامام علي؟ نعم. هواية حديث. اي حديث تريد عن اي شيء؟ عن الصلاة مثلا، اتفضل. نعم. عن الصلاة. الإمام علي شنو؟ عن الصلاة. من سؤالك. حديث عن الصلاة، أي حديث من أحاديث الإمام علي. أنا أذكر لك أحاديث للرسول عن الإمام علي، مو من الإمام علي. أيوة شفت دي المصيبة اللي أنا عايز أفهمها لك، بس الله يهديك يا رب ويشرح صدرك للحق. أنت يعني ربيتم على ذلك، على الحب بالغلو في علي رضي الله عنه، هو الإمام، هو المعصوم، هو اللي بعد النبي، هو. طب قولي لي حديث واحد من أحاديث الإمام علي. ما تعرفيش حاجة إلا الفضائل اللي أنتوا اختلقتوها لعلي رضي الله عنه وغلوتم فيها. يتحكم في جميع ذرات الكون، صاحب ولاية تكوينية يخضع على جميع ذرات الكون، معصوم، يعلم ما كان وما سيكون، بيده ولاية تكوينية، يعلم الغيب، كل ده. طب قولي لي بقى حديث عن الإمام علي، مش عارفة تجيبي حديث عن الإمام علي. فهي المشكلة الحب الزائد والغلو، بنفس ما فعل النصارى مع المسيح عليه السلام، حتى قالوا فيه أنه رب، وأنتم قلتم أن علي رب. وما هقول لك دلوقتي هتقولي رب الأرض وليس الله. اهدى حتى نعرف نحكي. اهدى. لا معلش، انت شايفاني بشد في شعري عشان تقولي اهدى. ما انا قلت لك هاتي لي حديث من الامام علي، لا عرفت تجيبي حديث ولا ما هاتي لي حديث من الامام علي. اتفضلي هاتي حديث من الامام علي. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا على حبه حتى الآية القرآنية مش عارفة تقرأيها وعايزان أهدأ. أنا خايف عليكم من النار، أنتم لا قرآن ولا سنة ولا آل البيت، وأنت اتصلت على وليد من قبل. فأنا المشكلة يعني أنا بستقبل اتصالك وبستقبل اتصال كل الشيعة، لا عارفين تقرأوا قرآن ولا عندكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسكتم بآل البيت، وهتقولوا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أي الإمام علي كان يطعم الطعام. انا مالي ومال ديت. ما انت بتجيبي تفسير آية. شلون؟ انت ليه شيعية؟ اجيب تفسير؟ ليه شيعية؟ انا مو شيعية. انت ليش شيعية؟ ليش شيعية؟ شيعية؟ استفدت ايه من التشيع؟
لأن شفت مذهب الشيعة على حق، لأن شفت التزوير عندكم بالصحيحين، لأن شفت كله تزوير، لأن ما أقبل إنه شخص يقول على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنه يقول وقفة. ما أريد إنه رسولي يريد ينتحر بأمراض نفسية. أنا شفت المذهب الشيعي هو الأصدق. طيب خلصتي؟ أرد عليكي؟ رد علي. طيب أول حاجة التبول واقفا لجهلك، لأن أنتم جهلة لا تعلمون ما في دينكم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما بال واقفا لأنه كان في سباطة قوم، فلو كان جلس سباطة دي أي مكان به زبالة قذرات، لو جلس سيتأذى بثياب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاز البول واقفا. فهذا الكتاب في كتاب الكافي أبي عبد الله قال يجوز البول واقفا. يبقى أنا لا أريد الشيعة، أنا عايزك بقى تقولي دلوقتي، وأنا لا أريد التشيع، لأن الإمام جعفر الصادق قال بجواز البول واقفا، وأيضا السيستاني قال بجواز البول واقفا، وأنا لا أريد السيستاني يكون مرجع، لأنه يقول أن بالبول واقفا، وهذا التزوير. السيستاني المزور وجعفر الصادق في دينك المزور. تعرف ترد على النقطة الأولانية؟ ما زورنا عن النبي. ما هو نعم احنا لا تعالي بس ما بتكلمش على التزوير، بقول لك السيستاني اجاز البول واقفا. ايه دلوقتي السيستاني كده زنديق عندك؟ اتفضلي. انا مالي علاقه. ايوه يبقى انا مالي علاقه، يبقى اقعدي على جنب في النقطه الاولانيه، مش عارفه حاجه في دينك وجايه بس بشبهات وخلاص. النقطه الثانيه قلت لي النبي مريض نفسي، يا كذبه، فين في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم مريض نفسي؟ صحيح البخاري صحيح البخاري في يدي اللي انت كنت اردت تنقليه دلوقتي من صحيح البخاري. تنكر هذا الحديث عن البخاري؟ انكر المنكر ده اللي بتحطيه في ايدك. خليكي بس معايا كده وركزي بالله عليكي وسيبينا اتكلم، ما تقاطعنيش. انت تعرفي كتاب صحيح البخاري اسمه ايش؟ يلا نشوف. يلا انا مركزه وياك. يلا نشوف. وانا بفرج على فيلم كرتون؟ انا بقول لك البخاري اسمه ايش؟ الكتاب صحيح البخاري اللي انت تستدلي منه اسمه ايش؟ شنو؟ صحيح البخاري اسم الكتاب ايش؟ محمد. لا ده انت ضايعه خالص. الكتاب اسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. الجامع الصحيح المسند من ايه؟ من حديث رسول الله وسننه وأيامه، فهي أحاديث النبي وسننه وأيامه. اللي انت قلتيه ده مش في البخاري، ده من بلاغات الزهري، يعني ليس حديث، ده ليس حديث، هذا من بلاغات الزهري، وليس في ان النبي كان عنده مرض نفسي ويريد ان ينتحر. كذبوا عليك وانت صغيره وحكوا لك زي ما كانوا بيكذبوا عليك ويقول لك والامام الحسين عمل الفيل وطار، ولا جعفر الصادق، والامام اخذ الدم ورفعه الى القصص اللي بيضحكوا عليك في الحسينيه دي ويخليك تقومي تلطمي وتتراقصي حزنا على الامام الحسين. فده برضو من ضمن الاكاذيب، فليس موجود كده. عندك شبهه تانية؟ هاتي ما فيش مشكله. يعني انت تنكر انه يزيد امر بقتل الحسين؟ انا مالي ومال يزيد، انا مش مسؤول عن يزيد. انت مو جاي تقول انه هم الحسين انقتلوا بك وتبكي؟ نعم، انا اقول لعنة الله على من قتل الحسين او اعان على قتله او رضي بقتله، لان اللي قتلوهم اجدادك. لا انت تترضى على يزيد وتترضى على الحسين. لا وتترضى على لا شفتي، انا ترديت على يزيد. ما بطلك، انت كانوا بيرضعوكي كذب وانت صغيره. انا عمري في حياتي قلت رضي الله عن يزيد. انا اصلا ممن لا يحبون يزيد، بس انا لا احب ان اتحدث في هذا الموضوع. انا ترديت على يزيد، بطلي كذب بقى. اجدادك اللي قتلوا الحسين، عايزه الدليل؟ في كتاب الملحمة الحسينية عندكم. انت بترضى عن معاوية صح؟ بترضى عن معاوية، لأن معاوية النبي صهر معاوية، النبي تزوج بأخت معاوية، وآل البيت صهروا معاوية وتزوجوا من ذريته أيضا، من ذرية معاوية وذرية علي، تزوجوا مع بعض. خليكم انتوا بس، خليك انت مع قيصر وقيصر وشوفوا انتوا بتعملوا، خليكم انتوا في زواج المتعة. أنا بس خلينا أرجع وأقول لك تاني في كتاب الملحمة الحسينية إن اللي قتل الحسين هم شيعة الكوفة. دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. زين العابدين اللي قال ذلك. انا بس عايز اقول لك نقطه انا وانتي. مين اللي دعا الحسين لينصره؟ قال له تعالى دعونا لينصرونا. مين؟ يزيد ولا شيعه الكوفه؟ اي تمام، مش شيعه الكوفه بس طبعا قمعهم يزيد. شفت انت تتهتهتي ازاي؟ مين اللي دعا الحسين لينصره؟ يزيد ولا شيعه الكوفه؟
اقول لك الحسين ما طلع على مود كرسي او طلع على مود انا ولا كرسي ولا ترابيزه. مين اللي دعا الحسين لينصره؟ يزيد ام شيعه الكوفه؟ عيد سؤالك. عيد سؤالك؟ لا بالله عليك انشافي كده معايا وجاوبي عشان ما تتعبنيش بالله عليك. انا مش هقعد اعيده 7 مرات، انا في بس بقالي شوفي كام ساعه. مين اللي دعا الحسين لينصره؟ يزيد ام شيعه الكوفه؟ أهل الكوفة طبعا. الله أكبر. شيعة الكوفة دعوا الحسين. يأتي زين العابدين لنا كما في البحار وفي غيره قال دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. ثم عدوا علينا فقتلونا. اللي دعوا الإمام الحسين كانوا شيعة أم نواصب؟ رامي راح أسأل. رامي إيه؟ لا بالله ما تنادي لي كده لحسن لو أمي سمعتك هتكره اليوم اللي سميتني فيه رامي. خليكي بس معايا كده وقولي شيخ أو قولي أي حاجة تانية غير رامي دي. دلوقتي اللي دعوا الحسين لينصروه، اللي دعوا الحسين لينصروه كانوا شيعة أم نواصب؟ هاتوا جيب على السؤال ده بقى وخلاص وإن شاء الله هسيبك. اللي دعوا الحسين لينصروه كانوا شيعة أم نواصب؟ لماذا خرج الحسين؟ جاوبني على سؤالي. خرج من بيته. نعم، لماذا خرج؟ ما انا هقول لك ما انا هجاوبك على السؤال ده. اللي دعوا الحسين اللي ينصروه اللي هم الكوفه اللي انت قلتي دلوقتي وخفتي تقولي شيعه الكوفه. اللي دعوا الحسين اللي ينصروه هل هم شيعه ام نواصب؟ اتفضل. أنا ما أعرف إنه شيعة أو نواصب، العلم لله، الله اللي يعلم. خايفه تجاوبي صح؟ انا بقول ان هم شيعه، توافقين ان هم شيعه؟ أنا اللي أعرفه بالموضوع إنه الحسين خرج لمناصرة دين جده. وهل انتصر دين جده ما مات؟ نعم. هل انتصر دين جده ما مات الحسين رضي الله عنه ما استشهد؟ هم تنكر إنه انتصر الدم على السيف. ايوه. طب وخلينا واحده واحده. ماذا استفادت الامه من استشهاد الحسين رضي الله عنه؟ ده زين العابدين بايع يزيد وعندكم في كتبكم يعني ابن الحسين بقى اللي المفروض كان يكون الامام الرابع عندكم الامام المعصوم بايع يزيد. فكيف ماذا استفدتم انتم ايها الشيعة من مقتل الحسين؟ نسيت استفدنا اننا نخرج في عاشوراء ونلطم ونطبر ونمسك السيوف نضرب على. ممكن اسالك سؤال بالله عليك؟ انت بتطبري ليش تزور التاريخ؟ انت بتطبري يزيد ماكو احد بايعه. طيب انت بتطبري على الامام الحسين؟ لا ما طبر. انتم ماخذين النظره عن الشيعة انهم كلهم يطبرون. طب بتلتمي على الامام الحسين؟ بتلتمي؟ هذا شيء يخصني، هاي شعائر تخصني ما تخصك. ما هو انا ما بسالكيش انت متزوجه او عندك كام عيل، ده مش ده دين برضه، مش دي شعائر حسينيه. ما يخصك، هذا سؤال خاص، احنا بدنا نحكي موضوع عام. لا ده مش خاص، ما هو اللطم ده شعيره حسينيه عندك. فهل انت بتلتمي على الامام الحسين؟ ما يخصك، ما جاوبك. طب انت اسمك هذا شيء يخصني. انت ام مين؟ ام من؟ ام علي. والله يا ام علي انت صعبانه عليا، اقسم بالله والله صعبانه عليا. لا خلينا تصعب عليك. والله صعبانه علي. ما يوم القيامه انت عارفه يود المجرم لو يفتدي من عذاب بايه؟ بصاحبتي ببنيه. يعني انت يوم القيامه لو مت على هذا والله يوم القيامه تتمنى ان يكون ابنك في النار عشان انت تطلعي منها. فوقي بقى، ده دين متعه وخمس وكذب وضلال. فوقي يا ام علي، عيب يا ام علي، استحي على وجهك يا ام علي. هذا دين انت الى الان لم تقراي ايه قرانيه واحده يا ام علي من ساعه المكالمه. يعني انت معايا في المكالمه بقالك 14 دقيقه ولا ايه قرانيه قراتيها ولا اثبتت اي عقيده يا ام علي. والله انطيني مجال ارد على كلامك وتعقيبك على كل هذا الحكي اللي حكيته. اولا احنا الشيعه انتم ماخذين نظره علينا خطا، انتم متعممون انهم الشيعه كلهم يطبرون. انا شيعيه ما اعرف شيء اسمه تطبير. انت بتقلدي من؟ شيء اسمه زواج متعه. بتقلدي من؟ هذا كله انتم بتعممونه. نعم. بتقلدي من؟ أنا ما أقلد، أنا أتبع السنة النبوية والقرآن وأتبع آل البيت. طيب آل البيت قالوا بزواج المتعة، فأنت ليه دلوقتي بتنكري زواج المتعة؟ ماكو هيك تجيب لي حديث إنه أهل البيت قالوا زواج المتعة. ولو جبت لك حديث دلوقتي تتبرئي من التشيع وهعرضه على الشاشة مباشرة. أتبرى من المتعة إذا كان صحيحة، مو أتبرى من أهل البيت، ما أتبرى منهم.
تتبرئ من، يبقى انا معاكي والله، وانت ما شاء الله انت كده ان شاء الله انسانه شريفه انك تبرأت من المتعه. انت عارفه يا ام علي تبرؤك من المتعه ده انك انكرت احاديث كثيره وفيها تكفير ليك من قبل المعممين، احاديث كثيره عن المتعه انكرتيها. فاللي جعل هؤلاء الرواه يختلقوا هذه الاحاديث يا ام علي، الله يشرح صدري وصدرك للحق، اللي جعل هؤلاء الرواه يكذبوا هذه الاحاديث عن المتعه هم اللي اختلقوا وكذبوا احاديث الامامه وكذبوا احاديث العصمه وكذبوا احاديث الرجعه. فانت انكرت المتعه، لماذا لا تنكري بقيه العقائد؟ مثلا هسه انت لما تريد تقول لي انه الاحاديث مفترقه عندكم وعندنا، أنا هواي روايات ما أؤمن بيها، أنت هواي روايات أكو محرفة. طيب أنا ما بتكلمش على رواياتي دلوقتي، أنا بكلمك على نقطة، أنت أنكرت روايات المتعة. اللي روى روايات المتعة دول أنت قلت لهم لا، أنتم أشخاص كاذبين، لا أخذ منكم زواج المتعة. طب ما هم نفسهم اللي رووا روايات الإمامة ورووا روايات العصمة. أنتوا عارفين زي إيه يا إخوة بارك الله فيكم؟ إحنا عندنا لص، أنا عندي لص الآن في الاستديو. اسمعيني يا أم علي بالله عليك وركزي معايا في 20 ثانية دول. نعم ركزي. الله يشرح صدرك الحق. بص يا أم علي، أنا عندي لص، هذا لص، هذا يا إخوة اللي في إيدي الآن لص، ولقيته دخل وسرق هذا اللص، سرق هذه، وبعدين نعم. رجع اللص مرة أخرى، نعم. وسرق واللص موجود، وضعت ورقة أخرى. فيا ترى مين اللي سرقها؟ نعم. هقول اللص، أنا ما شفتوش بس أقول هو اللص، لأن من شوية سرق الورقة الأولانية. فأنا دلوقتي نعم. عندي واحد كذاب اختلق عدة عقائد كذبة من ضمنها المتعة، والأخت أم علي الآن قالت لا أنا أنكر هذه المتعة وأنكرتها. طيب ما هذا الكذاب روى لنا روايات في الإمامة، وروى لنا روايات في العصمة، وروى لنا روايات في الرجعة، وروى لنا روايات في التقية فليش اللي خلاه يكذب في المتعة لا يكذب في بقية العقائد يا أم علي؟ ليه تأخذي بقية العقائد منه؟ أنا العقائد مالتي والتشريعات اللي أخذها من الإمام جعفر الصادق عليه السلام. ما هي روايات المتعة موجودة عن الإمام جعفر الصادق وأنت أنكرتيها، وكنت امرأة شريفة ما شاء الله. فدي والله مكذوب يا أم علي. جعفر الصادق ولد وعاش ومات في المدينة، وهذه الروايات المؤلفة عليه يا أم علي بيرويها عنه أهل الكوفة، والإمام جعفر الصادق سلام الله عليه لم يذهب إلى الكوفة قط. فكيف أهل الكوفة رووا عنه هذه الروايات وهو عاش وولد ومات في المدينة؟ أكو روايات صحيحة وأكو روايات مكذوبة. طب قولي لي روايات صحيحة كده يا أم علي. أم علي ممكن أطلب منك طلب؟ نعم تفضل. أنا أول حاجة تشرفت بمكالمتك هذه، لأنك ما شاء الله لم تسبي ولم تلعني، وما شاء الله يعني ما شاء الله. احنا ما نلعن ولا نسب بالصحابة ولا نسب زوجات الرسول، ما نلعن ما شاء الله. لا شعب أنت ما شاء الله غير كثير. بس أنتم ماخذين نظرة على الشيعة إنه أنتم تعممون إنهم الشيعة كلهم سبابين وكلهم لعانين. لا إن شاء الله هنغير النظرة ديت يا أم علي. أنا عجبني فيكي بس عدة نقاط. عجبني إنك ما شاء الله إنسانة مثقفة وعندك معلومات كثيرة وما شاء الله إنسانة عاقلة. أنا بس طالب منك طلب يا أم علي وأتشرف بذلك يعني. نعم. من أخيك، اعتبرينا أخوك إن كنت توافقي بذلك. إن شاء الله أخي بالله. الله يسعدك. إنك تعيدي التفكير مرة أخرى يا أم علي، وعندك رقمي، أحببتي تتواصلي في وقت البث أو في غير وقت البث، عندك شبهة أو أي شيء تواصلي وأنا أتشرف بالرد عليكي. لكن أريدك أن تعيدي التفكير مرة. أريدك فقط طلبي اللي طلبه منك يا أم علي إنك تقرأي القرآن بس بتدبر بالله عليك. بص يا أم علي، في كتاب في إيدي الآن أنا هعرضه على الشاشة الآن يا أم علي، وأتمنى الإخوة وبالأخص ضيوفنا الشيعة يحملوه. وأنت يا أم علي هو موجود الآن، لو دخلت على الأبل ستور أو الأندروي هتلاقيه. هذا الكتاب أيها الأكارم كتاب، خلينا أعد لكم الأنوار. أتمنى يا أم علي تحملي هذا الكتاب. والإخوة الكتاب اسمه المختصر في تفسير القرآن. المختصر في تفسير القرآن اللي هو في ايدي ده يا أم علي، هو يظهر لك على الشاشة، لأن ما بين المكالمة وما بين البث المباشر بياخد حوالي 20 ثانية. الكتاب ده بقول لضيوفنا الشيعة والأختنا المحترمة أختنا أم علي الله يحفظها يا رب، هذا الكتاب يا أم علي أتمنى تحمليه. وبالله عليك كل يوم كده يا أم علي اقرأي بتاع يعني حوالي صفحة منه بتدبر. المختصر في التفسير. تمام. وانت هم اخذ نصيحة من اختك، اقرأ كتاب الاستنباطات
القرآنية للشعراوي، للشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي السني؟ نعم. شكرا، ما شاء الله، جميل. شكرا لك يا ام علي، الله يسعدك يا رب. انا عايزك تقراي الكتاب ده نعم. بالتدبر، الايات بالتدبر، ورقمي إن عندك، شاء الله. رقمي عندك يا ام علي، في اي وقت اتشرف بتواصلك ان شاء الله. شكرا لك يا ام علي. نعم تمام شكراً. تمام أتشرف بك. وأذكرك أذكرك ابحث بالكتاب الاستنباطات القرآنية للإمام جعفر الصادق، يرويها الشيخ الشعراوي. وشكرا. الاستنباط. انا عندي، قلت عليك. الله يسعدك كمان، انا عندي تفسيرات الشيعة كلها يا ام علي بفضل الله ورايا هنا هوت، قرأت منها، بس هو اصلا الامام معاه القرآن الصحيح. فالمهم بس يا ام علي ان شاء الله انا هاخذ بنصيحتك، وشكرا. انت عرفت الكتاب اسمه ايه يا ام علي؟ هترجع لي البث. والله اريد اطلب منك طلب، ما دام عندك كل الكتب انا اريد هذا الكتاب لان ما حصلته الصراحه، يعني انا بحثت عنه بالنت بس يعني لا موجود على النت ولا موجود في المطبوعات، يبقى جبت اسمه منين وانا اول مره اسمعه؟ لكن انا بقول لك انا عندي تفسيرات، انا عندي تفسيرات الشيخ الشعراوي تحدث عنه، نقل عن الامام جعفر الصادق، وانا حابه اطلع عليه. لا ما في هذا الكتاب. انا ما فيش اصلا الامام جعفر الصادق تفسيرات للقران الكريم. وزي ما قلت لك الامام جعفر الصادق ولد وعاش ومات في المدينه، واللي كانوا موجودين معاه جنب بيته وبيحضروا دروسه ما سمعوش منه اي شيء من اللي بيرويه عنه اهل الكوفه. بس انت قبل شويه قلت هذا الكتاب عندك الاستنباطات القرآنية، عندي كتب التفاسير، عندي كتب التفاسير يا ام علي، كتب التفاسير ورايا اهو، تفسير نور الثقلين، تفسير العياشي، التيسير في تفسير القران، تفسير الزبيدي، تفسير الامام العسكري، غيرهم يعني، تفسير البرهان. انا بس الكتاب اللي قلت لك عليه انت وكل شيعي محترم وكل سني محترم معانا في البث هيحمله، المختصر في التفسير، في تفسير القران. تمام ماشي. تمام يا اخي، بس اتمنى انه بعد ما تعمم على الشيعه انهم يسبون ويلعنون، ترى هذا شيء خاطئ. حاضر يا ام علي. يلا يعني مع السلامه. شكرا يا ام علي، شكرا، الله يهديك يا رب. اهلا مع السلامه. مع السلامه. اصلا يهديك يا ام علي. ومعلش انت كنت داخله حاميه شويه علينا، فانا كنت شديد معاك علشان كده، بس ما دخلت نبيكم يابو الوقف ونبيكم ينتحر ومريض نفسي، ده طعن في النبي، حتى لو بتلك شبهه، اصل نبينا هو نبيكم صح، فالمفروض لما تلك شبهه قولي يوجد عندكم شيء كذا بدون زيادات في الكلام. عموما يا معلم انا تشرفت باتصالك، واسال الله ان يشرح صدرك الحق، وانا اعلم باذن الله تبارك وتعالى انك هتتواصلي معايا تاني يا معلم، سواء في البث المباشر او غير البث المباشر. الرقم عندك بعد ما تتدبري القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإن شاء الله تتدبري القرآن أنت وكل شيعي. كتاب المختصر في إيه يا شيعي؟ في تفسير القرآن الكريم، هتحمله عندك على الجوال واقرأ منه صدقني، ولا في باطن ولا أي شيء من ذلك، تفسير سهل وميسر جدا، وبيذكر لك مقاصد السور وفوائد الآيات. وأسأل الله أن يشرح صدرك يا أم علي ويأخذ بيدك إلى نور التوحيد.